السلام عليكم يا جماعة. آه، اسمحوا لي في بداية كلامي عايز أتكلم معاكم كلام مهم. الفيديو ده مهم طبعا أكيد. في كلام يعني كلنا نفسنا نتكلم فيه، ده موجه لجمهور نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك وأي حد يهمه أمر نادي الزمالك، وشايفين الظروف اللي احنا فيها والوضع اللي احنا فيه. الناس كلها مشغولة وبتشوف فرق كتيرة عربية وأفريقية، يعني عدتنا كتير بمراحل واحنا لسه محلك سر بندور على يعني لسه بنفكر هنعلن امتى مدير النادي، مدير تعاقدات. يعني لسه بنبدأ من أول السطر، والفرق التانية والناس اللي حوالينا فرق أقل مننا كتيرة، يعني بتلعب في كأس العالم الأندية وكل الجمهور بيشوفها يقول فين نادي الزمالك من الوضع دوت، وفين نادي الزمالك من المنافسات ديت. يا جماعة والله جمهور نادي الزمالك ده جمهور كبير جدا، جمهور يعني دمه أبيض، دمه زملكاوي. يا ريت والله رسالة توصل لأي حد، يعني نفسنا نشوف نادي الزمالك ده. يا جماعة احنا كلنا بنتحرق والله العظيم بندمنا وكل حاجة فينا بتحرق. جمهور نادي الزمالك ده يستحق كتير في كل حتة، ورانا النادي في كل مكان. حرام اللي بيحصل فينا ده. لغاية دلوقتي بندور امتى هنعلن اعلان جون ادوارد جاي. سيناريو كل يوم، سيناريو يعني كل لحظة وكل دقيقة في نادي الزمالك، ويقول لك فرض سرية وفرض يعني كردون كأننا مؤسسة عسكرية، وفي الآخر مفيش أي حاجة، مفيش لا صفقة واحدة حد يعرف عنها حاجة، مفيش أي حاجة. يا جماعة يعني نفسنا يعني الإدارة دي تتحرك، نفسنا حد، يعني الناس دي كلها مليارديرات عندها كل واحد يعني ممكن يقوم نادي، بس كل واحد تاني معتمد على غيره، هو اللي يدفع هو اللي يعمل ويسوي، وهم ياخدوا بس اللي ايه الترند على السوشيال ميديا مع وخلاص. ناس بتتحرق، ناس الزمالك نفسهم يفرحوا، كلها مسكنات، كاس مصر مش عارف ايه، كابتن شيكابالا كمل عشان خاطر أنكل عباس، وفي الآخر ايه؟ يعني نعمل ايه؟ مين مسؤول؟ مين يقدر يعني يجيب إدارة كويسة تقدر يعني تكون محترفة بروفيشنال، عندها وعي وعندها تخطيط، عندها يعني منظومة، شايفة النادي الأهلي حواليها، شايفة بيراميدز، شايفة المصري، شايفة سيراميكا، أندية كلها عندها إمكانيات وعندها فكر وعندها، وإحنا بندور بس على المشاحنات